إحنا دلوقتي في أمريكا سنة 1865. الحرب الأهلية لسه خلصانة من كام شهر وسايبة وراها أكتر من 620 ألف قتيل، وأغلب البيوت بقت فيها كراسي فاضية محدش هيرجع يقعد عليها تاني، والناس كانت ما بين صدمة وحزن. وفي وسط الأجواء دي بيظهر مصور اسمه ويليام ماملر. ماملر كان في شبابه بيشتغل في مجال صناعة الذهب، وفي وقت فراغه كان بيشتغل مصور. وفي يوم وهو في استوديو عمه أخذ صورة لنفسه. بعد ما حمضها لقى في الصورة طفل ملامحه شبه ابن عمه اللي مات من 12 سنة واقف جنبه. مملر اعتبرها غلطة، بس أصحابه شافوا إنه فعلا لقى الصورة بروح ابن عمه الميت. واحد من صحابه سرب الصورة لصحفي مهتم بالروحانيات فنشرها عشان تتغير حياة ويليام مملر للأبد، لأن ويليام شاف في اللي حصل فرصة تجارية تعوض. فأجر استوديو صغير في بoston وعلق على باب الاستوديو يافطة بتقول اتصور ب10 دولار مع أرواح الناس اللي بتحبهم. ومن اللحظة دي الناس بقت تتكلم عن المصور اللي بيظهر في صوره أرواح الميتين. في أيام قليلة الاستوديو بتاعه بقى زحمة، والناس من كل الولايات بقت بتيجي مخصوص الاستوديو، وكل واحد عنده أمل إنه يشوف اللي بيحبهم ولو روح في صورة. وفعلا كل صورة كان بيظهر فيها طيف، أوقات واضح جدا وأوقات غامض، بس كل واحد كان شايف حد يعرفه. ومحدش قدر يثبت أي طلع في الصور. وبيوصل ويليام مامنر لقمة الشهرة لما ماري تود لينكولن أرملة الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن الصوت عنده. ولما الصورة ظهرت لقوا فعلا روح لينكولن واقفة وراها وإيده على كتفها. الصورة قلبت الدنيا وشهرة ماملر فاقت كل الحدود. ولكن كل حاجة تتغير لما مصور كبير ومشهور اسمه بارنم مسك صورة من صوره واكتشف إن الطيف اللي في الصورة دي يشبه ست عايشة هو بنفسه كان صورها من فترة. وفي نفس الفترة دي كمان ماملر كان صور وطلع جنبها روح ابنها اللي مات في الحرب الأهلية عشان تتفاجئ بعد كده إنه رجع وطلع عايش. ومن هنا بدأت الدنيا تقع فوق دماغ ماملر. في 1869 تم القبض عليه ومحاكمته تهمة النصب والتزوير واستغلال أحزان الناس. والقضية كانت حديث الساعة في أمريكا وقتها. وأثبت المصور بارنم للمحكمة إن ماملر كان بيستخدم تقنية اسمها دبل اكسبوجر، يعني يعرض الفيلم لقطتين، مرة للشخص الحقيقي اللي بيتصور ومرة لصورة قديمة لحد تاني فتطلع كأنها روح وراه. ولكن فضل السؤال، جاب صور كل الميتين دول ازاي؟ ده السؤال اللي معرفش حد يجاوب عليه أو يثبته. والتزم ويليام الصمت طول المحاكمة. بسبب غياب الدليل القاطع القاضي حكم له بالبراءة، وخرج ماملر من السجن كمل التصوير بس بعد خالص عن موضوع الأرواح ده. ولحد النهاردة في ناس مقتنعة إنه فعلا كان نصاب، وناس تانية كتير مقتنعة إنه لمس حاجة إحنا ما نعرفهاش. وأنتوا شايفين إيه؟